أهلا بيكم في حلقة جديدة. زي ما تعودنا إن بعد كل اضطراب بننزل حالة عن الاضطراب ده. النهاردة هنتكلم عن آدم، شاب عنده 30 سنة، طول عمره شوارع عادي زي ما الناس كانت بتوصفه من صغره، وهو مش بيحس بأي تأنيب ضمير مهما عمل من مصايب. سرق وهو صغير، ضرب زمايله، كسر حاجات مش بتاعته، ولما كان الناس بتواجهه كان بيبص له ببرود ويقول: طب وبعدين حصل ايه يعني؟ مفيش تأنيب ضمير، مفيش خوف، مفيش اعتذار. كبر وكبرت معاه تصرفاته، بقى بيكذب بسهولة، بيستغل الناس عشان مصلحة، ويعمل علاقات سريعة ويكسرها من غير إحساس بالذنب. ولو حد وقف في طريقه بيضرب، بيهدد، بيبتزه من غير حتى ما يرف يدف. كان بيعرف يلبس وشوش كتير، ساعات يكون لطيف وكيوت أوي عشان يوصل للي هو عايزه، وساعات تانية بيبقى وحش من غير رحمة. أهله حاولوا يعدلوه، بس هو كان شايف إن هم اللي غلطانين. كل الناس عبيطة وأنا أذكى منهم، كان دي دايما فكرته عن نفسه. وفي يوم بعد خناقة كبيرة جدا وصلت للحكومة، بدأت الإجراءات القانونية، وتعرض على دكتور نفسي في التحقيقات. دكتور بعد تقييمات كتير قال التشخيص واضح: آدم عنده اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني آدم ما عندوش الإحساس العادي بتاع الصح والغلط، ما يعرفش أصلا، ما عندوش تعاطف مع الناس، بياخد اللي هو عايزه بأي طريقة حتى لو على حساب اللي حواليه. آدم مش مريض نفسي زي ما الناس بتتخيل. آدم شخص شايف الدنيا بالنسبة له ساحة معركة، القوي يكسب والضعيف يموت. العلاج موجود بس صعب، لأن المشكلة الأساسية مش إنه هو مش فاهم إنه هو بيغلط، المشكلة إنه هو مش شايف أصلا إن ده غلط. آدم بعد كده دخل بقى برامج إعادة تأهيل تحت ضغط المحكمة. في الأول كان بيحضر الجلسات بس جسمه موجود وعقله مش معاهم. كان كل اللي هو شايفه، شايف إن الناس اللي حواليه كلام فاضي. بس لما دخل جلسات جماعية وسمع ناس حقيقيين بيحكوا عن الألم اللي هو سببه ليهم، زيه زي ناس كتير حركت جواه مشاعر مختلفة. طبعا ما بقاش ملاك فجأة، بس بدأ يفكر قبل ما يأذي حد، بدأ يحس بحاجة اسمها تأنيب الضمير حتى لو كانت بسيطة. وفي آخر جلسة بعد سنتين قال جملة للدكتور ما كانش مصدق إن هو يسمع: أنا غلطت وأنا عايز أعيش حياة أنضف من كده. أنا متغير مش في 100%، بس بقى إنسان بيحاول. دي كانت أكبر معجزة بالنسبة له. وكده نكون وصلنا لنهاية القصة.